وانا عنده لقيت ايه ده، اهلا ازيك يا عمرو. انا بحب العربيات الغاليه، وبحب، انا راجل فاجر يا جماعه، انا عايز ملايين. انا ما بحبش العربيات البسيطه، مؤاخذه يا استاذ، ربنا يبارك لك بقى. انا بحب العربيات الغاليه جدا، وهاجي اعمل العربيه بتاعتي هنا، واي حد عايز يتسفر انا تحت هي امره. لما عرضت عليا الاستاذه نعمه وقالت لي ان في الحاج عبد الامير عايزك تيجي وعايز يعمل لك العربيه وتقول له رايك في شغله عامل ازاي، هل هو شبه شغل الناس اللي قبل كده اللي انت شفتها ولا هو شغله مختلف؟ فطبعا جبت العربيه امبارح، وعربيه السبورتاج دي انتوا عارفين انا ما بحبش ان انا يبقى عندي العربيات اللي هي مش عارف بكام مليون لا، انا دي مبسوط بيها جدا وفرحان بيها قوي. حبيتها اكتر النهارده بعد ما جيت عند الحاج عبد الامير وعملوا لي طبقه الحمايه، رجعوها لي جديده. يعني انا بسيبها مطربه وبمشي بيها عاديه في وسط الناس كده، لكن النهارده لما شفتها قد ايه اتغيرت وقد ايه شكلها بقى جميل وتحس انها جايه من الاجانس جديده، فقلت لا انا مش هسيبها مطربه تاني خالص، انا حافظ عليها. وهقول لكل اصحابي ان اللي عايز يعمل فيلم حمايه لعربيته يجي هنا عند الحاج عبد الامير، وعنده كذا مكان، عنده هنا في وسط الدهشور اللي انا موجود فيها دلوقتي، وعنده في مدينه نصر، وعنده في طنطا لان هو اصلا من الغربيه ودي بلد امي، فانا بعتز بيها جدا وبعتز بحاج عبده لانه من بلد امي اللي هي محافظه الغربيه في طنطا. فبقول لكل اصحابي وكل الناس اللي هتشوفني اذا عايزين تعملوا فيلم حمايه حقيقي تعالوا هنا عند الحاج عبد الامير. هنا عند الحاج عبد الامير يعني بجد احسن تعامل. الاستاذ محمد مدير المبيعات هنا من الناس الجميله جدا اللي انا اتقابلت معاها، والناس اللي شغاله هنا الاستاف جميل جدا، هتبقوا مبسوطين بيه قوي. وكل الحكايه هتاخد منكم يوم 24 ساعه تستلم عربيتك من الاجانس. انا مبسوط جدا ان انا اتعاملت معاك. ميرسي يا حاج عبد.